اهلا بيكم. لو انت محتار ازاي تجيب اللون بتاعك من على شركة جوتن، فتعالى اقول لك تجيبه ازاي. هتفتح جوجل بلاي عادي خالص وتكتب في السيرش بتاعك جوتن كولر بين. فانا لسه عامل سيرش عنه، هيطلع لك الابليكيشن، هتسطبه عادي. بعد كده تفتحه، هو اوريدي موجود عندي. ومجرد ما الابليكيشن بيفتح معاك هتلاقي فوق في حاجة او في خانة، هي خانة السيرش. نضغط على خانة السيرش ونضغط ونكتب اللون اللي احنا عاوزينه، وليكن مثلا اللون الشهير بتاعنا اللي هو لون الفانيلا لاتيه مثلا. الفانيلا لاتيه، ونقول له اعمل السيرش بتاعنا. هيطلع لك على طول الفانيلا لاتيه الاولاني، مط التاني عادي. وليكن نضغط عليه مثلا، وهو حتى من قبل ما تضغط عليه كاتب لك الكود بتاعه بره 15 19. فانت هتروح للراجل بمنتهى البساطه وتقول له انا عاوز اللون اللي الكود بتاعه 15 19. فهتضغط عليه، يبقى هنا عندك في اوبشنز ظريفه غير الديتيلز بتاعته اللي احنا مش محتاجين منها حاجه غير الكود بتاعه بس. هنلاقي ان احنا ممكن نسيب اللون ده في فولدر تاني لوحده على جنب، بحيث لو احنا محتاجين نجمع تشكيلة الوان لفراغ معين او للشقة بتاعتنا، نحطها في فولدر لوحدها بحيث نقدر نرجع لها بعد كده بالاكواد بتاعتها. فاحنا هنا ممكن نعمل سيف ونعمل كرييت نيو فولدر. طبعا كان في فولدرز تانية كنت بجرب فيها، فنعمل كرييت نيو فولدر ونعمل سيف. كده هو اوتوماتيك راح في السيف كولرز. طب اوصل لها منين؟ ارجع تاني كده بالباك بتاعتي، والاقي في تحت على اليمين حاجه اسمها سيف كولرز. اضغط عليها، هيطلع لي ماي نيو فولدر اللي احنا لسه عاملينه. هنلاقي جواه الفانيلا لاتيه. طيب عاوزين نرجع تاني، نروح للكولر ماتش بتاعنا، نضغط على الفانيلا لاتيه عشان في اوبشن تاني ظريف برضه موجود في شركه جوتن. في اوبشن موجود عندك اللي هو فايند سيميلار كولرز، يعني هيديك الالوان المشابهه للون الفانيلا لاتيه سواء اغمق او افتح، ومدى درجه التطابق او ماتشنج بين الالوان دي ولون الفانيلا لاتيه. يعني لو ضغطت عليه كده هيفتح لك كل الالوان دي وده درجه الماتشنج بتاعتها. يعني ده الراجل ده الايفوري ده بيرفكت ماتش، بعد كده في بيرفكت ماتش تاني، ويديك انديكيشن ليها بالنقط الموجوده. لو النقط كلها سوداء متقفله كده يبقى ده كده بيرفكت تماما. لو اقل شويه تبقى جريت ماتش، وبعد كده لما بتنزل تحت شويه بتلاقي جود ماتش، وهكذا. افرض انت في لون من دول عجبك وعاوز تشوف الوان مشابهه ليه، فهتفتحه بمنتهى البساطه كده مثلا. طبعا انت عارف الكود بتاعه خلاص، 1 2 2 5، فهتروح للراجل تقول له لو سمحت انا عاوز اللون اللي الكود بتاعه 1 2 2 5. هتنزل تحت، وبرضه لو انت عاوز تسيبه هتسيبه هنا في الفولدر بتاعنا. هو كده اوريدي اتسيب. طب عاوزين الوان شبه اللون ده هنعمل ايه؟ بالظبط كده نضغط على find similar colors، وبعد كده يطلع لنا الالوان اللي ليها علاقه باللون ده. طيب انا خلصت خلاص وعاوز ارجع للهوم بيج بتاعتي، عاوز اعمل سيرش على لون جديد، اروح فين؟ مفيش خانة السيرش، مش موجودة فوق. هنلاقي في ايقونة اسمها ايقونة ديليت موجودة تحت على الشمال، نضغط عليها. مجرد ما نضغط عليها نرجع تاني للهوم بيج بتاعتنا، وهنلاقي فوق في خانة السيرش موجودة زي ما هي. نضغط مثلا منت مثلا، نضغط انتر، يطلع لنا درجات المنت بتاعتنا. مثلا المنت ده مثلا عجبني مثلا، فهضغط عليه اشوف الكود بتاعه كام، 7163. نفس الفكرة، خلاص عرفت. اطلب للراجل انا عاوز اللون اللي الكود بتاعه 7163. لو انا عاوز اسيبه هسيبه من هنا، احطه معايا. لو انا عاوز الوان شبهه هضغط هنا بالظبط، الالوان كلها اللي شبهه. بس يا جماعة، ودي كانت ملاحظة سريعة عن الابلكيشن بتاع شركة جوتن. اشوفكم على خير، سلام عليكم.